بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد نبدأ كتابا جديدا وهو كتاب المشهور للإمام المشهور رياض الصالحين بمبال يتعوق الذي لا يخلو منه مسجد من مساجد المسلمين وللإمام الشهير الإمام النووي عليه رحمة الله بإذن الله سن نجمر بفضل الله ومنه وإذنه ومعه الكنز الثمين من تعليقات العلامة ابن عثيمين رحمه الله أيضا لذي كتاب رياض الصالحين يبالا للإمام النووي كتابنا كل موقع كتاب بزوفا نوچين يكاتته كتابنا عندما براريا تنشن بهون الكنز الثمين يبالو تعليقاتوች الشيخ ابن عثيمين عبروالو يالننو محقق من الال فهذه تعليقات موجزة لطيفة على كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وهو من أجمع الكتب وأنفعها في بابه حيث أحسن صاحبه في ترتيبه وتنسيقه فقسمه إلى كتب والكتب إلى أبواب على طريقة الصحاح والسنن وجعل لكل كتاب فيه عنوانا تندرج تحته الأبواب والأحاديث المناسبة فهو يحتوي على 19 كتابا دي رياض الصالحين لا يالو كتبوች 19 كتاب ናቸው ይላል و372 بابا أبواب رياض الصالحين ደግሞ 372 بابوች ናቸው ይላል و2905 أحاديث رياض الصالحين لا له أحاديثوች ስንት ናቸው አሉ 1905 حديث صهيب رضي الله عنه بس يጨርሳሉ የሚጀምሩት كما بدأ الإمام البخاري صحيحه بحديث عمر إنما الأعمال بالنية بملو جمروا بذا بصهيب حديث يጨርሳሉ ولذا فقد اعتنى به الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تحقيقا لأحاديثه وتعليقا كما اعتنى به الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فشرحه شرحا وافيا موضحا لغريبه وباسطا لمعانيه فجاء شرحه حاويا لغرر من الفوائد ودرر من اللطائف والفرائد فأقبل عليه العامة والخاصة ناهلين من معينه الذي لا ينضب لذي انقدي الشيخ الألباني المعروف في حديث تخريج قوال لاتشو اعترف له بذلك خصومه قبل أصدقائه ساتشو أحاديثون تخريجات قوال معانيون دقمو الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فسره تعالى في قصور الهمم بذو شرحتشن عن نامتام تعليقاتوچن من نامتاو بلو الكنز الثمين كم يبارو يتوسنا تعليقاتوች አብረዋሉ كتابون سنقرا احاديثوችን تعليقاتوችንም አብረን እንቀራለን እግር መንገዳችንን እንግዲህ ተርጀማ للشارح صفوال السنناينا الى مقدمه صاحب الكتب والكتاب እንገባለን ترجمة العلامة ابن عثيمين رحمه الله نسبه هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي እንግዲህ ስማቸው ኩንያቸው ያው አቡ አብዱላህ ይባላሉ ابن عثيمين ስማቸው محمد ابن صالح ابن محمد ابن عثيمين الوهيبي التميمي እንግዲህ ቀቢላው የዘር ሐረጋቸው ከላይ ትልቁ من بني تميم ናቸው ታች በጥናቸው ደግሞ ወሃይቢ ናቸው مولده ولد في مدينة عنيزة في 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 مولد الشيخ ابن عثيمين سنتنا بالنبال من نلال
سنتالنا هون يقران عندي 347 إلى 1421 نبر عندي 420 عند لاي نشأ نشأة علمية منذ صغره فحفظ القرآن على يد جده لأمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله ثم اتجه إلى طلب العلم فباكر إليه وذاكر رفقاءه فيه بحرص ودأب وظهر نبوغه منذ باكرة طلبه فحصل على المتوسطة والثانوية العامة في أقل من 6 سنين تعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب ولازم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قرابة 11 سنة فاستفاد منه علما كثيرا وخلقا حيث قرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف لذلك كان له أكبر الأثر في تكوين شخصيته العلمية كما ذكر هو نفسه رحمه الله. لها الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي الأصول الفقيه تيسير الكريم الرحمن بالبيت ناتشو ሌሎችም ብዙ كتبوች አሏቸው ومن أهم كتبه منهج السالكين እሳቸው እንግዲህ الشيخ الأول لابن عثيمين እሳቸው ናቸው عبد الرحمن ناصر السعدي እሳቸው ብዙ ተአثر አድርገዋል አንድ 11 ዓመት አካባቢ ላዘመው ከዛ በኋላ وفي أثناء دراسته النظامية بالرياض قرأ على شيخه الثاني سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله فتأثر به في عنايته بالحديث قدياو التحاق أرقو بالمعهد العلمي بالرياض كرتوال الزام تمروال الزالي سمارو الشيخ ابن باز ناقنتو لتنيا شيخاتشو دقمو شيخ ابن باز ناتشو ሌሎችም እንግዲህ አምጥተዋል ሌላ አለፍ ያልነው ምናየው ብለናል مكانته العلمية ليس أدل على علو مكانته من توليه إمامة الجامع الكبير بعنيزة بعد وفاة الشيخ السعدي رحمه الله بتام في علم درجة لمن أراده شيخاتشو والسعدي سماتو الجامع الكبير بعنيزة إمامه وخطيبه ساتشو نبرو الماتشون مزا قد استلالفوا إلى تميزه العلمي والدعوي يظهر ذلك جليا في مواظبته على التدريس قد لا يأتي على وقتاوينا دعواوي تميز على الله إيه قلت أميه للين من دنو قالوا تدريس لاي بتعام مزو تراتشو አንድ ቦታ መቀመጥ ያለው ሰው ቀላል ይመስላል በጣም ከባድ ነገር ቁጭ ብሎ ሰዎችን ማስተማር ወላሂ ከባድ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ሰዎች በመንቀሳቀስ ምናምን ነፍስያቸውን የሚፈልጉትን ማሟላት ቢያሟሉም ባያሟሉም በሚፈልጉበት ሰዓት ነፍስህን እስር አድርገህ አንድ ቦታ መቀመጥ በጣም ከባድ ነው لا يعرفه الا من جربه ስለዚህ ምን አሉ እዚህ ላይ ليس أدل على علو مكانته لا يظهر ذلك جليا في مواظبته على التدريس مواظبة مالت مزوتر مالت سوچين بماتمار ላይ ከመዘውተራቸው የበለጠ ማስረጃ የላቸውም የለንም لتميز العلم قبل شهرته مهما كان عدد الطلاب የሚማሩ የተማሪዎች ቁጥር የሆነው እንደሆነ እሳቸው የሚያቀርቡባት ቦታ አለመጥፋታቸው تميزه العلمي لسو مسرجة يهون حتى إنه كان لا يحضر عنده في بعض الأوقات إلا 4 أشخاص كبرنا لما جاء أستمر له بلوم السوية تقمته لا يجد لا يحضر عند مجلسه إلا كم أردت من متفوق بالساعات لنقرون وأحيانا يغيب نصفهم نصف 4 كم طيب ومرة واحدة جاء الدرس فلم يجد إلا كتابا وضعه أحد الطلاب وانصرف لأمر
فجاء الشيخ فلما رأى ذلك توجه إلى المحراب وأخذ مصحفا وأخذ يقرأ فيه. مرة من المرات من النوم متوا ليسقروا شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله سمعتوا عن كتاب تقمطوا انجالا بينهم يونا طالب متوا قرأ له بلو حاجات نزلوا كتابنا اسقمطوا بوتاسيزوا السويل سمعتوا سويل من አረጉ ለዛ ሲደው ምናቸው ነው ለዛ ኮና ሸባብ እኛ ወቅታችንን እንጠቀመው ደረሳ ከመጣ ፈቢያው ንዕመት የሱፊያን ኢብኑ ሰዒድ الثوري የታወቁት ኢማም እንደዚህ ይሉ ነበር የሚያስተምሯቸውን ሰው ከመጣችሁ ሐዲስ ነግራችኋለሁ ይላል ካላገኛችሁ እናንተን ሐዲስ ለግድግዳው አረባዋለሁ ማለት የፈለጉት እኮ ምንድነው ሸባብ ግድግዳ ይሰማል ማለት አይደለም እኔ ሐዲስን እቀራለሁ በመቅራታቸው ምን ያገኛል አጅር አገኝ ስለዚህ ይሄም ሰውዬ ደረሳው ክታቡን አስቀምጦ ለሐጃ ሄዷል የሚቀራ የለም ቦታቸውን ይዘው ጥግ ይዘው ቁርአናቸውን መቅራት طيب ومما يدل أيضا على نشاطه العلمي والدعوي ما تركه من مصنفات ومن كتب مشروحة حتى بلغت عدة أشرطة شروحه እንግዲህ አሽሪጣዎችን ቁጥር ብዙ አመጡ طيب ስንት ይላል 3183 ሸሪጣን ይላል ብዙ ሸሪጥ ነው طيب عبادته كان الشيخ رحمه الله ينام مبكرا بعد العشاء فإذا كانت الساعة 2 استيقظ تلقائيا ليقوم ويتهجد وكان صاحب أوراد من الذكر وقراءة القرآن ስለዚህ እንግዲህ ኢባዳቸው ደግሞ ኢሻን ሰግደው ብዙ አይቆዩም አሉ ኢሻ መንተራሻ ይላሉ በእኛም አካባቢ ብለናል ያከባቢ ድሮ ሰዎች አውቃት الخمسን ይሸርሑልና ኢሻ መንተራሻ ይላሉ ከዛ መካከል ሱብህ መቀስቀሻ ኢሻ ሰግዱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده ኢሻ ተሰግድክ እንግዲህ ራስህን ቀድመህ አብዛኛውን የሚበሉት بين المغرب والعشاء ነው ራታቸው ሲህየንም ጥሩ ነው ያለው መግሪብ ሰግደ ራት ከበላ ትንቀሳቀሳለህ ትንሽ ራት የበላ ሰው ምን መሆን አለበት ዒልሚየንም ይሄን ሳይንስ እናቃለን የሚሉት እኮ እሱን ነው የሚሉት ተዓሻ ወተመሸ ራት በልተህ ትኝት የምትል ከሆነ አይፈጭም ሲሐ ላይ ምን ያደርግብሃል ይያል ነው ያአثርብህ ስለዚህ ኢሻ ሰግደው ሙበኪረን ይተኛሉ ለሊቱ 8 ሰዓት ሲሆን አሳኒያ የሚሉት እነሱ እኛ በእኛ 8 ሰዓት የምንለው እዛ ላይ እነሱና ተሐጁድ ያረጉ ነበር أوراد من الذكر والقرآن نبراته زهده كان رحمه الله يتحلى بأخلاق العلماء والفضلاء ومن أبرزها الورع والزهد فلم يكن صاحب عقارات ولا أموال بل كان همه رحمه الله تصفية الأحوال وتخريج الرجال يحكى أنه أهدي سيارة جديدة ذات يوم فلم يستعملها وتركها أمام البيت حتى علاها الغبار وصحبت من أمام البيت وأعطي بيتا كبيرا ذات مرة فوهبه لطلبة العلم من يرى قال له هنا شباب سيارة أهم بمبالو بني أبابا عدس موضع سطعت شوكالتات عندك أن لا أمتتو بيتاتشو في اللي بتاقوم اللاتشو مكينة مالتنا سيارة لا بيلتفت له زور بلو على يواتم من اسكم التهنالو አቧራ አስተሚያ ለብሳት ድረስ ሰዎች ሲያዩ አዩ ማይጠቀሟት ሁሉ ማያነሷት አንስተው ወደ ሌላ ቦታ አረጓት ለገና የተሻለ ቤት ብለው ሰፋ ያለ ቤት ቢሰጧቸው ለማን ሰጡት ይያሉ ሱካን الطلاب አረጉት እንደዚህ የሚያረጉኛ ቁድዋዎች እኮ ስለሌለን ነው አሁን ሀበሻ በተለይ ችግራችን طيب አርአያ ያስፈልጋል አይደል እንደዚህ አይነት ዙሃዶች ቁድዋዎች ያስፈልጉናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰخرል ስለዚህ ዙህዳቸው ይሄን ይመስላል تواضعه كان لا يأنف أن يلبس الثياب المتواضعة ويركب السيارات القديمة بل ربما تعطلت به السيارة فينزل ويدفعها مع السائق وكان يرفض رفضا تاما أن يقال له العلامة
ተዋዱ ያስፈልጋል من تواضع لله رفعه الله ለአላህ የተናነሰ አላህ ከፍ ያደርገዋል ደረጃውን የታወቀ ነው ደረጃቸው ኢብኑ ዑሰይም ስለዚህ ሲለብሱ ደካማ ደከም ያሉ አልባሳቶችን ከመልበስ አይኮሩም ነበር ሰያራትም እንደዚሁ መኪናም ቀዲም የሆነ የድሮ መኪናዎች ነበር የሚጋልቡት እንደውም አንዳንድ ጊዜ ደካማ ከመሆናቸው የተነሳ በመኪና እየሄዱ መኪናዋ ትቆማለች አሉ ትበላሽን ወርደው ሹፌሩ ጋር መኪናዋን ይገፋሉ كذلك ابن الألباني عليه رحمة الله እንደዛ ነበሩ ይባላል ደረሶቻቸው ጋር አብረው ሲሄዱ የከለ ሞተር ሳይክል ወይ የከለ መኪና ተዓጠለ ሲሏቸው ያቆማሉ የራሳቸውን የሚሄዱበትን ደረጃቸውን ምናቸውን አቆመው አብረው ጎማ ገጥመው አብረው ነበር ደረሶቻቸው ጋር የሚሄዱት ይባላል ተተውታ ይሄ شبابنا አርአያዎች አሉን ዑለማ የነሱን አኽላቅ መላበስ ያስፈልጋል طيب وكان رحمه الله يقرب الفراشين وخدام المسجد ويتحدث معهم وإلى جانب ما سبق نشير إلى اهتمامه رحمه الله بطلابه وحرصه على تأديبهم ومحافظته على الوقت وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب بلو الإعلام نعمت قالوا مرض الشيخ رحمه الله مدي موت هيكرم الله خاتماتنا يسامر الله تعمموا لما أصيب بالسرطان كان يسميه بالمرض الخطير ويرفض أن يسميه بالمرض الخبيث ويقول ليس في أفعال الله خبيث دي سرطان مبال سوني يترس على بالشتاء الله يطبق أن تازون ما الله صبر استو حسن الخاتمة الله رجيه درو نكرسا نبر مبال يا شباب አሁን ስሙን ቀይረው ምን ይሉታል سرطان ማለት ካንሰር ይሉታል በዱሩ አጠራር ምን ነው ነቀርሳ የሚባለው በሽታ እኮ አሁን ስሙን ቀይረው ምን አሉት ይያልን ነው እሱ እንግዲህ ረሂመሁላህ አላህ ይብተሊ አብደሁ ቢማሻ እሱ ሲይዛቸው አደገኛ በሽታ ነው ከማለት አሻገር መጥፎ ወይም ኸቢት ነው አይሉም ነበር ለምን እንግዲህ አላህ ፍዕል ነው አላህ ፍዓሎች ላይ ኸቢት የለም ብለው مرض خطير يالو يوصفوت نبر وكان في خلال مرضه يأبى أن يتناول المسكنات لأنها تعطله عن قيام الليل والتدريس كامو ياله بمماچو مكاكل ደግሞ ይሄ ማስታገሻዎች ምናምኖችን መጠቀም ሻይሉም ነበር አይወስድም ነበር ለምን ይሄ ማስታገሻ የሚባለው ነገር እኮ ያው ይخدر الجسم ጅስማቸውን ይخدርና ከቂያመ ለይልና ተድሪስ ከማድረግ ስለሚከለክላቸው ለዛው ያመማቸው ራሱ ተድሪሳቸውንና ተሐጁላቸውን ለማካሄድና ለመከታተል ሙሰኪናቶች አይወስዱም ነበር حسن خاتمته كان في لحظاته الأخيرة من الغيبوبة يقرأ القرآن ويذكر الله قد لموت يقالوا كذلك راق يقالوا كدنيا قرآن يقرأ الله يذكروا نبر በኖርንበት ነው ምን ሞተው ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኖራችሁበት ትሞታላችሁ አሉ በሞታችሁበት ደግሞ ትቀሰቀሳላችሁ አሉ ስለዚህ የኖሩት በዚክር በቁርአን ስለሆነ ዛችም አጣብቂኝ ቦታ ላይ ይዘክሩና ቁርአን ይቀሩ ነበር وكانت آخر آيات قرأها إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ثم أسلم الروح في الواحدة والنصف ظهرا 7 ساعات ተኩል ማለት ነው በእኛ ዙህር ላይ روحاتهم ودع الله توفي الشيخ في يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 21 و400 وألف ودفن بمكة قريبا من شيخه ابن باز رحمهم الله تعالى እንግዲህ የተወለዱበትን ቅድም አይተናል 1300 ስንት ብለናል 47 አሁን ደግሞ የሞቱበት 1421 እዚህ 20 እና 21 ላይ እንግዲህ ያሉ በጊዜያችን የነበሩ ዑለሞች በሙሉ ያለቁበት አመት ነው ብለናል 20 እና 21 እና አልባኒ እና ኢብኑ ባዝ እና ኢብኑ ዑሰይሚን እና ሼክ ሙቅቢል እዚሁ 20 እና 21 ውስጥ ነው ሁላቸውም ትላልቅ የነበሩ ንጁሙል አርድ ያለፉት ስለዚህ እንደዚህ ስንት አመት እንደሆነ እንግዲህ ይሄንን ማየት አሁን ያልነው ያስፈልጋል ስለዚህ አልሙሂም ይሰውዬ ተርጀማቸውን ያመጣነው እዚህ ሸርህ تعليق سلالاتهم على رياض الصالحين تعليقاتهم أثناء الكتب أثناء قراءتنا للكتاب بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى
እሳቸውን ሙቀድማ እንግዲህ ፈጠን አድርገን እንቀራዋለን። ይሄ መግቢያ ለሪያዱ ሷሊሒን አነወዊ እንግዲህ የተጠቀሙት መግቢያና ሙቀድማ ነው። አልሐምዱሊላህ الواحد القهار العزيز الغفار ምስጋና ለአላህ ይገባ ኃያልና ብቸኛ ለሆነው ጌታ መሐሪና አሁንም አሸናፊ ለሆነው ጌታ ሙከዊር الليل على النهار ሌሊትን በቀን ላይ እንግዲህ የሚጠቀልል ማለት ይልጁ الليل في النهار ويلج النهار في الليل እንዳለው እንግዲህ ሌሊቱን በቀኑ ላይ የሚጠቀልል አለኮ ሌሊቱ አሁን እንግዲህ እንሰለኽ ላኪን ይመጣል የሱ ሰዓት ሲደርስ ደግሞ ይሄን ያረጋው ተذكرة لأولي القلوب والأبصار አይ ለቀልብ ባለቤቶችና ለይታ ላይን ላላቸው ትክክለኛን ለሚያው ሰዎች ለነሱን ለማስታወስ ለመገሰጥ ነው ይሄንን አላህ ያረጋው طيب لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا إلى الأواخر وهو الذي جعل الليل خلفة من دون آية يا شباب وعباد الرحمن سائل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا سلزل للنس قلب لالاتشونا بصائروش لالاتشو النس وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار لا لب بالبيتوچنا لا قصاتي لمي قمقمو سوج للنسنم لما سايي الذي أيقظ من خلقه يا جيتا كفطرو يا نكا من اصطفاه يمرته فزهدهم في هذه الدار እንግዲህ ከባሮቹ አላህ የመረጣቸው አነቃቸውና እንዲነቁ አረጋቸውና እዚች ዱንያ ላይ ዱንያ የምትባለው ሀገር ላይ ዙሃዳ አረጋቸው وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار اللهم በመጠባበቅና ፍክራቸውን እስትንታኔያቸውን በማዘውተር ደግሞ ምን አደረጋቸው አሻገላቸው በዱንያ እንዳይሻገሉ በዱንያ ከመሻገል አነቅ ለምስጋና ለዚህ ጌታ ነው وملازمة الاتعاظ والادكار መገሰጥን በመያዝና እድካርም እትካር ነው እሱም በመያዝ ደግሞ አነቃቸው ووفقهم للدؤوب في طاعته للدؤوب في طاعته الله وفقاቸው እሱን በመታዘዝ በመዘውተር ላይ ዱኡብ መዘውተር ማለት والتأهب لدار القرار لا آخر አገር ለመደገስም ላነቃቸው ጌታ ምስጋና ለሱ ይገባ والحذر مما يسخطه ويجيب دار البوار አላህን የሚያጠላ ነገር ደግሞ የሚያስጠላ አላህ የሚጠላውን ነገር ደግሞ በመጠንቀቅ ላይ አነቃቸው የጥፋትን አገር ጀሃነም የሚያስገባ የሚያሰብትን ነገርም ከመስራት ከሱ በመንቃት ላይ አነቃች በመጠንቀቅ ላይ ያላነቃቸው ጌታ ምስጋና ለሱ ነው አሉ والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار በዛውን ባልነው ላይ በመጠበቅም ላይ አነቃቸው አህዋሎቻቸው መለያየታቸውና አጥዋሮቻቸው ደረጃቸው መለያየቱ ጋር እንግዲህ አጥዋሮች ይለያያሉ كنا طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا الى وقد خلقكم من دنمل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا عجيب كونه يا شباب الله سبحانه وتعالى في أوائل النحلم خلق الإنسان من نطفة لنا فإذا هو خصيم مبين كذي كمية أستلا كمشت مما إما هندكاما كونوا يسول لج الله خلقونا شستكاكل كان يبلا يجلال فإذا هو خصيم مبين يفترون جيت راسه من يرجع له يكدال سلزاون مع الاختلاف الأحوال أو على تغير الأحوال والأطوار يطور جمعنا وأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه بتام دنبر يدرس المسقانا أن تريت على المسقانا مسقنا الله وأشمله أنماه በጣም አካታች የሆነና ብዙ የሆነ አንማህ ማለት በጣም ብዙ የሆነ መሐመድ አመሰግነዋለሁ አሉ واشهد ان لا اله الا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم بحق የሚገዙት ደግሞ እንደሌለ መሰክራለሁ ለአላህ እንጂ البر المحسن ማለት ነው አሳማሪ የሆነ የላቀ የሆነ አዛኝ ሩህሩህ የሆነ እሱ ብቻ እንጂ በሐቅ ሌላ የሚገዙት ጌታ እንደሌለ መሰክራለሁ واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم
يا الله باريانا الله ملاكتنيا يا الله وداج اندهنو امسكر الله الهادي إلى صراط مستقيم قط وداله من قد مري هونو والداعي إلى دين قويم قط وداله هيمانوت تتعاري هونو يا الله باريانا ملاكتنيا الله وداج مبهوناتشو ومسكر الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين وهل من قدي بنبياتوች ላይ በበተሰቦቻቸውም ላይ يا الله سبحانه وتعالى صلاتنا سلام يورد أما بعد فقد قال الله تعالى بعد البسملة والحمد لله وما أسلفناه كالسبوهالة الله سبحانه وتعالى من بالوالال يتخلق نبتن إلى ماتشن الله سبحانه وتعالى سينقره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الذاريات بدي آيات تمتلسها نأسونم جننم على فتركم إلى الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدوني إن اللي جزون لا ملكن ينجي ليعبدوني إلا لابوتا من بلن فسرنا ليوحدوني تفسير حبر الأمة وبحرها تفسير ابن عباس سلازي لي مثلهم كده لامل من تبالا اللي بلنا لامو كي لام التعليل تبالا يتفتر نبت علامة الله سبحانه وتعالى لما أملك ببتشنينة الله بتوحيد لما جزاتنا فتح المجيد جمرنا بفضل الله سبحانه وتعالى إهن ندقمو زالاي شرحوا بسفيو يتاي نالت الخلق اللت علامة ولوال ويهلم فطور ويس يخلف على ملون زالاي النايوال مهم الله يفترن الزلاي كلاميتو آية لا يالتشو لام التعليل الناس النلال بخلاف اللام التي في أواخر هود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لنا من إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك خلقهم ياتش لام لام التعليل أدلج ياتش لام من تبالا لي لام العقبات تبالا طيب يا شباب لام من دنا العاقبة يمجرش على مالتنا مجرشاتشو يهليون مالت فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن طلعتنا تكادين ديوناچو እኮ አይደለም ያነሱት ቁረቱ አይን ሊወለክነው ያነሱት እኮ አይን ማለት ይሆናል ብለው ነው ስለዚህ ያቺ ለየኩነ ለሁም ላሚቱ ምንድናት ይያልን ነው ላመልዓቅ አለዛ ያቺ ላመታለል ይችም ላመታለል ከሆነች تعارض ይገኛል بين الايتين او بين الايات ስለዚህ ያ እንዳይሆን إلا ليعبدون لا ያለችው ላመታለል ናት እነዛ ቀድም ቀራናቸውና መሳሰሉ አያ ላይ የሚዘከሩ ላሞች ደግሞ ምን ይባላሉ ይያልን طيب وهذا أبابال الإمام النووي عليه رحمة الله تصريح قلت من ناقرنا بأنهم خلقوا للعبادة يتفترون الله لما ملكنا وبلو الله سبحانه وتعالى بقلت إياس بدان يهسكون لعبادة كون يخلقنا الله سبحانه وتعالى سل النامل السن بالجنيا للنار كون فحق عليهم حق حاون بضمم محرقوا له بفتحه انقدي حقه كونه مبني للمفعول يبقى الحق كونه بالناس لا يقدي هنباچو على اعتناء بما خلقوا له واعتناء ማለት ለአንድ ነገር ግምት መስጠት ማሰብ የተፈጠሩበት ነገር ግምት ሰጥተው አውቀው በዛ ላይ መበራታት ግዴታ ሆነባቸው والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة كدنيا እጣዎች ድርሻዎች ደግሞ زهد إعراض ማረግ ራቅ ማለት ግድ የሆነባቸው አሉ ምን በማለት زهدን በመጠቀም فإنها دار نفاد لا محل إخلاق دنيان ሲያስተዋውቁን ምን አሉ የነፋድ ሀገር ናት የመዘውተሪያ ቦታ አይደለችም ነፋድ ማለት ምን ማለት ነው ጀባ ማለቅ ማለት ነው ما عندكم ينفد وما عند الله باق እናንተ ዘንድ ያለው ያልቃል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ዘንድ ያለው ቀሪ ነው ስለዚህ ዱንያ ምንም ብትበዛ ታልቃለች ስለዚህ የምታልቅ ሀገር ናት የመዘውተሪያ ቦታ አይደለችም ኢኽላድ ማለት መዘውት ومركب عبور لا منزل حبور ማለፊያ ታንኳ ናት አሉ መርከብ ማለት የምትጋልበው ነው ይሄ ታንኳ ሰፊናው ምናምን
ዑቡር ማለት ነው ዱንያ ላይ እኛ አላፊዎች ነን እኔ እኮ እዛፍ ጥላ ስር እንዳረፈ ሰውዬ ነኝ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየተጓዘ ጉዞው ላይ ፀሐይ ሞቆት ምን ብሎት ምን እንዳለ ሰውዬ ነኝ አሉ እዛፍ ጥላ ስር እንዳረፈ ሰውዬ ነኝ وكذلك نحن ያው እንግዲህ ትኬት ቆርጦ ቦታ የሚሳፈርበትን ቦታ መጠበቅ እኮ ነው የዱንያ ህይወት እንደዛ ናት لا محل حبور الحبور السرور تحبرون الى الزا يحبرون تحبرون ስለዚህ የመደሰቻ ቦታ አይደለችም ومشرع انفصام لا موطن دوام የመቋረጫ መግቢያ ናት የመዘውተሪያ ቦታ አይደል አገር አይደለችም ይህ ከሆነ እንግዲህ አንተ ለተፈለክበት ዱንያ ላይ ዙህድን መርጠህ ለተፈለክበት ዓላማ ግምት ሰጥተህ ለዛ መበራታት ያስፈልጋል فلهذا كان العقاب من اهلها هم العباد ከዱንያ ባለቤቶች እንግዲህ የነቁ የሚባሉት አላህን የሚገዙ ናቸው عقاب يكذ جمعنا عبيد عباد يا عبيد جمع واعقل الناس فيها هم الزهاد كسوچ ሁሉ በጣም አዕቀል የሚባሉት አእምሮ አላቸው አስተንታኝ ናቸው የሚባሉት ዱንያን ላይ ዙሃድ የሆኑት قال الله تعالى انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء የዱንያ ምሳያ ከሰማይ እንዳወረድነው ውሃ እንደ ዝናብ ነው አሉ قال الله سبحانه وتعالى فاختلط به نبات الارض የመሬት ቡቃያዎች እንግዲህ ተቀላቀሉ በዛ በውሃ مما يأكل الناس والأنعام ሰዎች ከሚመገቧቸው እንስሳ ከሚበሉትም ቡቃያ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها መሬት ጌጧን ማሸብረቋን ስትይዝ وزينت ስታጌጥ وظن أهلها أنهم قادرون عليها أهل الأرض እንግዲህ በሷ ላይ ቻይንን ብለው ሲገምቱ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا إننا وستانياتين ويلاليت ويكان متاباتنا فجعلناها حصيدا يتاكدت شارقنا كأن لم تغنى بالأمس نانت اندال نبرج كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون لم يستنطنوا سوج عنك سوچاچنن እናብራራለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሬት እንግዲህ ዝናብ ሲጥል ትጨምራለች ረበት ታበቅላለች እዛ በኋላ ተስተካክላ ይሄን እናረጋለን ሲሉ እነዛ ዛሊሞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደለለች እንደዛና ዱንያ ከለታት አንድ ቀን እንደለለች ትሆናለች አንቀጾቻችንን አእምሮ ለሚጠቀሙ ለሚያስተነትኑ ሰዎች አብራርተን እንገልጻለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ዱንያን ማንነቷን አውቀን በዱንያ አለ መሸንገል አለብን ይያሉን ነው ለተخلقንበት ማዋል አለብን طيب والآيات في هذا المعنى كثيرة ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا نبر انجدي كسره للضرورة يفطن جمعا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة الأمر لا يضمانه فتحنا يحرك وينام لجة يميلون مال ولجة يميلون مال واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا قدي من قالوا إن لله إلا الله عبادا باروች አሉት ፍጧና ማለት አዝኪያዎች የሆኑ ፈጢኖች የሆኑ ልባሞች የሆኑ طلقوا الدنيا وخافوا الفتن እንግዲህ ዱንያን የፈቱ ፊትናን የፈሩ ፊተን الالف للاطلاق الناس ስለገባበት እንግዲህ ብዙ ፊተኖችን ሞፈርተው ዱንያን የፈቱ ባሮች አሉ نظروا فيها በዱንያ አስተነተኑ فلما علموا سيوقوا أنها دنيا ليست لحي وطنا لحي أقر على مهنوان زوتاري أقر على مهنوان سيارقاقتوا جعلوها لجة ويلجة معظم البحر نولد عند بحر رقواتها قدي محل عبرنات بلنا دنيا عند بحر رقنا واتخذوا صالح الأعمال فيها سفر دنيا لاي ملكام سراواتشين ያንን ባህር ማቋረጫ ታንኳ አርገው ሰፊና አርገው ያዙ ዱንያ እንግዲህ ቀድረ الحاجة ግዴታ ነው ብለናል አልገቡም ነው አልሙሂም ዱንያ ውስጥ حب الدنيا ምናምን አላታለላቸውም ይሄንን ያለ ሰውዬ ጥሩ አባባል ብሏል ان من الشعر من ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለህክ فاذا كان حالها ما وصفته يا دنيا حالتها هنا يمتن كل سيون وحالنا
وما خلقنا له ما قدمته يعني حالتنا يتفتر لك مجمرة لا لنداس قدم كله كهنا فحق على المكلف بالغ بهنا سوية لا يقدناله أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار نفس يمرت باروتشن አካሃዲ ይዞ ሊጓዝ በሱ ላይ ይሄ ግድ ይለዋል ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار የአቅል ባለቤቶችና የአይን ባለቤቶችን አገባብ ሊገባ ሐቅ ነው በሱ ላይ ويتأهب لما أشرت إليه መጀመሪያ ላይ ለጠቀስኩት ነገር ሊዘጋጅ ሐቅ ነው በሱ ላይ ويهتم بما نبهت عليه እኔ ባነቃሁት ነገር ላይ ሊያስብ ሐሳብ ሊኖረው ሐቅ ነው በሱ ላይ وأصوب طريق له في ذلك ይህን በማድረግ ደግሞ ቀጥተኛው መንገድ وأرشده أنه መንገድ ما يسلكه من المسالك كمغبيا የሚገባው ነው አሉ التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين يعني ደግሞ ለማድረግ እንግዲህ أصوب طريق የሚባለው أرشد طريق ማለት وأرشد ما يسلكه من المسالك ከመግቢያዎች በጣም ቀናው መግቢያ ምን ማድረግ ነው አሉ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰበቱ አሐዲሶች አሉ እነሱ ጋር አደብ ሰነስርዓት ጠብቀ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዲሶች አውቀ እነሱን መተግበር ነው ስለዚህ አንተ እንግዲህ ከዱንያ ለመጠንቀቅ አኺራ ጀነት ለማግኘት ከፈለክ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻና ብቻ ስለሆኑ ይሄንን ያብራሩት የሳቸውን ሷሂህ የሆነ ሐዲስ ተአዱብ አድርገህ ስርዓትህን የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዲስ ማድረግ ነው وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى بإحسان بتقوى اللهم بمفراتنا خير بمسرات ላይ ተባበሩ ብለዋል ስለዚህ እንግዲህ ለዛ ይሄንን ኪታብ ላስቀምጥ ነው ያሉ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه الله ባሪያውን ያግዛል ባሪያው ወንድሙን እስካገዘ ድረስ صحيح اخرجه مسلم في صحيح مسلم 3699 حديث ይላል وأنه قال نبياتنا صلى الله عليه وسلم من بلوال من دل على خير فله مثل أجر فاعله بخير لا يملكة يتقوم يعني الخير يسرى سوي أجر نعم سايا الوال عندي سمت متوزتنا صوست في صحيح مسلم أيضا وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا مسلم لا 2674 إلى من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ودكناچ ሰዎችን የመራ እሱን ተቀበለው ኸይር የሰሩ ሰዎች አይነት አጅር አለው አሉ ስለዚህ እንግዲህ በኸይር ላይ ልመራ ነው ይያሉ ነው በራአተል ኢስቲህላል ይባላል ምን መስራት እንዳለብህ ምን መከተል እንዳለብህ عبر رياض الصالحين በሱ ሊጠቁሙን ነው طيب وقال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الحديث بخاري لا 4210 سيون مسلم لا 2406 حديث ነው ይላል እንግዲህ ፈቱ ኸይበር የሚባል አለ እዛ ላይ በፍቲሃት ኸይበር على يد علي رضي الله عنه ብዙ ከተዋጉና ብዙ ካስቸገሩ በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡዕጢየና الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديها ነገጧ ሲነጋ ዘመቻ ስናካሄድ የጦር ሰንደቅ ዓላማ ለአንድ ሰውዬ ሰጣለሁ አሉ ያ ሰውዬ ማሉ አውሳፉን ተናገሩ አላህንና ረሱሉን የሚወድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህና ረሱሉ ምንም ያረጉታል የሚወድ የዛ ጊዜ እንጂ ኢማር አልፈለኩም ይላል ዑመር ሱሐቦች በአጠቃላይ ያችን ራያ ለመሰጠት ጣት የነጋ ጊዜ አንገታችንን ብቅ አረግን ይላል ራዊ الحديث بموسى الاشعري وغيره እንግዲህ ኢማራ ፈልገው እኮ አይደለም ሰውየው አላህንና ረሱሉን ይወዳል አላህም ረሱሉም ይወዱታል ስለተባለ ሲነጋ አይነ አልዩን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛሳቸው አሟቸው እንደውም ሊቀሩ ነበር ከኸይበር እኮ ብለናል አይናቸው ተመርጎ አይንም መጥፎ ነው ላወጃ አይን የሚሉም ይኖራል ولا هم الا هم الدين نعوذ بالله منهما طيب ጥሩልኛ
تتروا يا راوي الحديث في صحيح مسلم أسألفنا لأني يقتتكوا أمتعاتشو إلالو سلمة بن الأكوع مسلميال رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يوانا دعاء يارب كتب سلباتشو منهم يالتاممو تزار آيا سطواتشونا حدثنا تقال يتوسنا سينقدي لا تلتفت بلواتشو قراك أن ينداس زور نبينا صلى الله عليه وسلم أوامر بتعبنا متوبكوت بلنال صحابه إن أتتاهده الله اسكمي كفتل درس هده مجاهد أرقي تاقلاتشو كأن قران داس زور علوات مالت يفلقوش نبينا صلى الله عليه وسلم بزا أوامر هم مقاتلة اليهوديون مالتنا وليلا اندزات تزور كو ظاهرون على نجمنا نبينا صلى الله عليه وسلم قن الساتشي هن سلتبالو انداس زور سلتبالو يهدو يالا تزالاتشو يهون نقد متأيك እንደኛው እስከሚሆኑ ነው ወይ መጋደላቸው አሉ ፊታቸውን ወደ ዛር ቢዞሩ ወደ እሳቸው ወደ ነብያችን ምን ሊያረጉ ነው ላተተፊት ተብለው ስለነበረ ሊዞሩ ሆነባቸው ወደዛው ይሄዱ ሲጠይቁ አላርስ ሊካሉና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሯቸው ዝግበል ምን ነገር አለኛሉና መጀመሪያ እንደሄድክ ወደ እስልምና ዳዕዋ አቅርብላቸዋል የሚፈለገው እኮ አሸባብ ሰዎቹ ኢባደላህ ለተخلقበት አላማ እንደወሉ እንጂ ሰው እስልምና የሰው ደም ማፍሰስ በሰው ደም የተጠማ አይደለም አዕዳዎቹ እንደሚሉት ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያምፁ የአላህን ዳዕዋ እምቢ ሲሉ የአላህ ዳዕዋ እንዳይረማመጥ ሲከለክሉ የዛን ሰዓት እንግዲህ የሚገባቸው ሰይፍ ስለሆነ በሰይፍ እነሱም አዛባቸው ረህማ ኮናቸው ነብያችን ወማርሰልናከ ኢላ ረህመተን للعالمين كافر እኮ መኖሩ ያ ሸባብ አዛብን እየጨመረበት ነው የሚሄደው አዛቡ ሙዳፍ እንዳም በሰይፍ ስትቀላ ያው ወደ ተዘጋጀለት ጀሃነም ይሄዳል ሳይነባበርበት ማለት ቢኖር ግን ምን ይሆናል ወንጀሉ እየተጨመረ እየተነባበረ ይሄዳል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሙስሊሙም ለካፊሩም ረህማ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ሻሂዳችን እና ወደ እስልምና ጥራቸው አሉ ሻሂዱ አንድ ሰው ባንተ ዳዕዋ ሰበብ መመራቱ ወደ እስልምና መግባቱ ከቀያይ ግመሎች ይበልጣል እንግዲህ حمر النعم عندهم حمر النعم بفتح النون ነው ምንቀራው በጣም اجود الاموال ስለነበሩ ከዛ ይሄ حمر النعم ይጠፋል ይሄ አጅሩ አይጠፋም ይሻላል ስላሉ فرأيت ان اجمع እንግዲህ ይሄንን እንደም በራአተ الاستهلال ነው ይላል تعاون على البر ስለሚያስፈልግ دلاله على الخير اجر ስላለው እኔ ምንድነው አሉ فرأيت ايهون አሉ ان اجمع مختصرا من الاحاديث الصحيحه أترى على كتاب صحيح كون حديثه مسبسب السبكون مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه الى الاخره ይሄንን እንግዲህ በባለቤቱ ላይ ይሄንን በቀራ ላይ ማለት ነው ወደ አኺራ መንገድ የሚሆን እሱን ለሰበስብ አሰብ ومحصلا لآدابه الباطنه والظاهره ለሰውየው ውስጣዊም ዛሂራዊ ለሆኑም አዳቦች ሰነ ስርዓት የሚያስገኝና የሚሰበስብ የሆነን ኪታብ ላዘጋጅ جامعا للترغيب والترهيب ሁለቱንም ነው ያሸበ እንግዲህ ሪያዱ ሷሊሂን አብዛኛ የሚጠቀሙ ጀማዓዎች አሉ لا يلتفتون الى الترهيب በዚህ ታውቀዋል እኮ ያሸበ ሁሉንም ያካተተ ነው ያሉ ሪያዱ ሷሊሂን እኮ فيه التوحيد وفيه المعاملات وفيه الاخلاقيات وفيه الترغيب وفيه الترهيب كل الابواب موجوده فيه ስለዚህ ተርሂብን ማስፈራራትንም ማ ተርሂብ ማለት ደግሞ የተለመደው እሱንም ያካተተ የሆነ ተርሂብ ማለት እንግዲህ መገፋፋት ማለት ነው ለአኽላቂያት ኢላ አልአዕማል الخير ተርሂብ ማለት ደግሞ ማስፈራራት የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ህግጋት ሁዱድ እንዳታል ያንን ካለፍክ ምን እንደሚጠብቅ እሱንም የሰበሰበ ነው ኪታቡ ይያሉ ስለዚህ እነዚህ አሁን የመጡ አዲሶች ጓዝ ይዘው የሚጓዙ ከነወዊ ከጃሚዑ የበለጠ ያውቃሉ እንደ ስለ ሪያዱ ሷሊህ جامع للترغيب والترهيب يالو ሁለቱንም ያካተተ ነው ያ ኪታብ وسائر انواع اداب السالكين ወደ አላህ መንገድ እንግዲህ የሚገቡ የነሱን አዳብ ሰነ ስርዓቶች በአጠቃላይ እሱን ያካተተ የሆነ من احاديث الزهد ስለ ዙህድ አሐዲሶችና ወሪያዳት النفوس ንፉሶችን ደግሞ ከማሰልጠን ሪያዳት ማለት እንግዲህ የሪያዳ ጀማ وتهذيب الاخلاق سنة مقبارዎችንም ከማሳመር وطهارات القلوب قلبን ደግሞ ከማጽዳት وعلاجها እሷንም ከማከም وصيانة الجوارح
አካሎችን ከመጠበቅ ወኢዛለት ኢዕውጃጅሃ አካልህ እንግዲህ ኢዕውጃጅ ማለት መጉበጥ ማለት ነው መዘንበል ከሐቅ እሱን የሚያስወግድ وغير ذلك من مقاصد العارفين والتزم فيها አሉ እንግዲህ እኔ ያያዛለሁ እዚህ ኪታቤ ውስጥ አላ اذكر الا حديثا صحيحا من الواضحات ይሄንን አሉ ومع هذا ተخريجات ላይ እንደምናይ ብዙ እንኳን ባይባሉ እንግዲህ ቁጥሩ ሐዲሱ ስንት ነው ብለናል ኪታብ 1905 ከዛ መካከል ወደ ቢድዓ 60 أو 70 حديثا አይሰብቱም ተብሏል قليل ነው بالنسبه لعدد الحديث كان 1905 60 ምናምን ሐዲሶች ወይ ደግሞ 70 ሐዲሶች ضعيفዎች ናቸው መባሉ ምንድነው ያልን ነው ሁሉም ያለው ሁሉ ሰሂህ ነው ማለት ያስቸግራል አሉ አሐዲስ ضعيفዎች እንደምናየው ተክሪጅ ላይ እሳቸው ግን ይሄንን አሉ ምን መልስ እንሰጣለን ለሰ እነዛ ሌሎች አይማዎች ዑዝር ምንድነው አይባ አግኝተው ضعيف ያረጋቸው አሐዲሶች እንደهم ምንድናቸው ልንል እንደ النووي ሰሂሆች ናቸው ማለት ነው التزام ስላረጉ ዘለ በሳቸው እይታ እሳቸው ፈህማቸው በደረሰበት መልኩ ሰሂሆች ናቸው በሌሎቹ ደግሞ ሌላ ተተቡ አድርገው ያወጧቸው ሐዲሶች አሉ مضافا الى الكتب الصحيحه المشهوره يما متى حديث ደግሞ የተጠጋ ሲሆን مشهوره ወደሆኑ صحيح ወደሆኑ እንግዲህ في الصحيحين ይኖራል او في السنن ይኖራል خارج السننም ሊኖር ይችላል ወደዛ የተጠጋ ሲሆን ያ ሐዲስ واصدر الابواب بابዎችን ጀምራለሁ አሉ من القران العزيز بايات كريمات ከቁርአን እንግዲህ የተከበሩ በሆኑ አንቀጾች አንድ ባብ አመጣና መጀመሪያ ላይ ለስትድላል አያቶች ነው ማመጣው وأوشح ما يحتاج إلى ضبط توشيح ማለት أزينه ማለት ነው ضبط የሚያስፈልገው ማረጋገጥ የሚያስፈልገው ነገር ካለ እሱን ደግሞ ምን አረጋዋለሁ ዘያየነዋለሁ ዝም ብያላለሁ ይጣናል ያስቸግራል ያልኩትን ነገር እሱን ተውሺህ ታላረክ አው ሸርህ ማዕናን خفي ሰውር የሆነ ማዕና ማብራራት ከሆነ በዚህን በማብራራትም እዘይነዋለሁ ኪታቤ بنفائس من التنبيهات كما انقاዎች እንግዲህ ጥሩ በሆኑ ዚናዎች በሱ አጌጣለሁ ኪታቤ እና ቃዒዳስ ነግሩን وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم እንግዲህ رياض الصالحين ላይ متفق عليه بيكالكل حديث መጨረሻ ላይ ቡኻሪና ሙስሊም አውርተውታል ማለት ነው وارجو ان تم هذا الكتاب እንግዲህ ሙቀድማውን የጻፉት قبل جمعه الاحاديث ነው ማለት ነው ሁለት አይነት አጠቃቀም አላቸው ሙሰንፎች አንዳንዶቹ ሙቀድማውን ቀድመው ይጽፋሉ وهذا ما صنعه الشيخ አንዳንዶቹ ደግሞ ኪታቡ ካለቀ በኋላ ምን ያደርጋሉ ሙቀድማ ይጽፉለታል ይሄ ኪታብ አላህ ብሎ ከሞላ ባላህ ፍቃድ ምን ተስፋ አረጋለሁ አን يكون سائقا للمعتني به الى الخيرات اعتناء እንግዲህ ቅድም በመስደር አመጡት አሁን በስም الفاعل አመጡ በዚህ ኪታብ እንግዲህ ምን ያለ የተሻገለን ሰውዬ ሪያድ الصالحين በማቅራት اعتناء ሐሳቡን ለለገሰ ሰውዬ ለሱ ሊሆን ይሄ ኪታብ ተስፋ አረጋለሁ ወደ ኸይራት የሚመራው እንዲሆን ተስፋ አረጋለሁ ሳይቅ ማለት የሚመራ ማለት ነው ኪታብ አረቢያ ጠያራ ምናምን የሚሾፍር ምንድነው የሚባለው ብለናል ምን ይባላል ብላ ቃይድ ነው ሳይቅ ነው ያለው ቃይድ እኮ ከፊት የሚመራ ነው ብለው ሳይቅ የሚባለው ደግሞ ከኋላ ምንም ያደርግ ነው ብለናል የሚለጥቅ ነው በሉጋ ደረጃ እንደዛ ነው አልሙሂም ሳይቅ ይሉታል ቃይድ ማለት ነው አውላ حاجز له ለሱ የሚከለክል እንደሆን ተስፋ አረጋለሁ حاجز ማለት ማንዕ عن انواع القبائح والمهلكات ከመጥፎና ካጥፊ ነገሮች በአጠቃላይ انواع አይነቶች ማለት ነው ከመጥፎ ነገሮች የቀቢህ ጀምዕ ቀባኢህ የሙህሊካ ጀምዕ ሙህሊካት ከሚያጠፉና ከመጥፎ ነገሮች ደግሞ የሪያዱ الصالحين በሱዕቲና ያረገን ሰውዬ ከመጥፎና ከሚያጠፉ ነገሮች የሚከለክለው የሚጋርደው እንዲሆን አላህን ተስፋ አረጋለሁ وانا سائل እኔ ደግሞ ለምናለሁ አሉ አኸን ወንድም እንተፈዐ بشيء منه كرياض الصالحين በሆነ ነገር የተጠቀመን ወንድም በእስልምና ወንድሞችን ማለታቸው أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين እንግዲህ ከቀራ ዝም አይባልም ብለናል ማታም ስንል ነው
በሪያዱ ሷሊሂን የተጠቀመን ወንድም ሙስሊም ወንድሜ ምን ለምነዋለሁ አሉ ዱዓ እንዲያረግልኝ ለኔም ለወላጆችም ላቀሩኝ መሻይኽም ለወዳጆችም በተለይ በሙሉ ለሙስሊሞች ሁሉ ዱዓ እንዳደርግ ማጸንና ጠይቀዋለሁ ስለዚህ ስንቀራ ደርስ ስንጀምርም ሆነ ስንጨርስ ምን እንላለን ቃል ነው ይብለን ረሂመሁላህ ይባላል ዱዓ እንዳረግልኝ ለምናለሁ ይያሉ ለሙስሊሞችም በአጠቃላይ ዱዓ እንዳረግ وعلى الله الكريم اعتمادي يعني መመካቴ ድጋፌ የላቀ በሆነው በአላህ ብቻ ላይ ነው አሉ አሁን ማዓላ የሚለው እንግዲህ ጃር መጅሩሩማ ቀደሙ የሚመራው ይሄንን ስለሆነ ተወኩል اعتمادي በአላህ ላይ ብቻ ነው وإليه تفويضي واستنادي ነገሮችን ማስተጋውና እኔም ራስ የምጠጋው استناد ማለት መደገፍ መጠጋት ማለት ነው ወደ አላህ ብቻ ነው እንግዲህ ተውሂድ ያስተማሩና ተወኩልህ በአላህ ላይ ብቻ ነገርህን ወፈውዱ አምሪ ኢላላህ ከዛ በኋላ አለፊልና ምን ይላል فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري ብሎ ብዙ መላእክቶች የነበሩት አላዋጣው ይሄኛው ግን رجل مؤمن آل فرعون يكتم ايمانه وتقتلون الله سبحانه وتعالى እነሱ ያረጉትን ሴራ አላህ ጠበቀው فرعونና አሉሁ በጣም አሰቃቂ የሆነ ቅጣት በእነሱ ላይ ሰፈረ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ በአላህ اعتماد ካረ استناداችን ተፍዊዳችን ወደ አላህ ከሆነ አይضرنا كائن من كان ማንንም የሚደረረን ነገር የለም ስለዚህ ነገሬን ወደ አላህ አስጠጋለሁ የምጠጋውም ወደሱ ብቻ ነው وحسبي الله ونعم الوكيل በቂ አላህ ነው የኔ መመኪያዬ ምን ያማረ ሆነ ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم حولم قوام يلم بهيالنا بطببوኛው بالله سبحانه وتعالى ቢሆን እንጂ በማለት እንግዲህ ሙቀድማውን በዚህ ያስቀምጣሉ የማን ሙቀድማ ነው ብለናል የነወዊ ለሪያዱ ሷሊሂን ያዘጋጁት ሙቀድማ ስለዚህ ልብያ እንግዲህ ብዙ ሸርሖች አናይም ብለናል ይሄን አልከንዙ ሰሚን የተባለውን የኢብኑ ዑሰይሚንን ታዕሊቅ ባለበት ቦታ እንቀራለን እየፈሰርን ከዛ ብዙ አሐዲሶች ደግሞ ልብ ምንለው ያለፉልን ናቸው እንግዲህ ፍሶያን ከሆነ አልሉል ወልመርጃን ላይ አልፈዋል ሌላ ብሉጉል መራም بفضلله ቀርተናል አልአርባዑን ነወዊያ ቀር አዲስ አሐዲስ ላይ መጣ ይችላል ስለዚህ ታዕሊቃት ኢብኑ ዑሰይሚንን ልብያ ሐዲሱን መከታተልና በቻልነው ልክ መስራት ከዛም ማስተላለፍም ይተበቅብናል ነው ሪያድ الصالحين የሚለውን ደግሞ ነገ ስንጀምር الكلمتان مضافنا مضاف إليه تعريف እናረግና ከዛ በኋላ ደግሞ ለኪታቡ መገለጫ መጠሪያ ስም እንደሆነ እንላለን نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين